من غير زعل، من غير ما حد يتضايق مني، الفيديو هقول لكم على 4 ابراج بيهرب منهم الرجاله، بيخافوا منهم. ومش معنى كده انها حاجه وحشه او انهم عندهم مشاكل او ان صفاتهم وحشه، بس في رجاله بتخاف من النوع ده من الستات، الشخصيات دي من الستات. هقول لكم ليه. هبدأ ببرج الاسد. برج الاسد، ست الاسد من اكتر الستات اللي الرجاله بتخاف منها، بتخاف منها بجد. شخصية قوية كده وهيبة وجامدة في نفسها. هتحتاج راجل ليه؟ هتضعف ولا هتكن قدام راجل ليه؟ مستحيل. فبالنسبة لست الأسد الرجالة بتخاف هي. خلينا متفقين ان اساسا الراجل اللي بيخاف من الست القوية ده راجل ما عندوش ثقة في نفسه، او راجل مش هيقدر يحتوي قوتها او مش هيقدر يهندل، فبيخاف منها، ما بيقرب لهاش. المهم، فست برج الاسد من الابراج، من الشخصيات القويه. ست بتعرف تعتمد على نفسها، بتعرف تمشي لا اله الا الله، بتعرف تاخد قراراتها لوحدها، مش محتاجه حد في حياتها. الراجل بيحس انها، طب هي محتاجه مني ايه بقى؟ هي بتشتغل وبتنزل ومعتمده على نفسها ومسؤوله من نفسها، قراراتها كلها بتاخدها بنفسها، انا دوري ايه في حياتها؟ فبيخافوا، بيحسوا ان هم مش ليهم، ملهمش مكان في حياتها. هيدخلوا هيبقوا طرف كده من بعيد، ملهمش مكان. اللي شبهها شوية العقرب، بس العقرب لان اساسا سمعة برج العقرب مخيفة، رجالة وستات. فبس خلينا متفقين ان الستات نوع الخوف منهم مختلف. يعني الرجالة بتخاف من ست العقرب علشان هي مستقلة، ست مستقلة وست قوية وست ما بتسمعش الكلام، ما بتسمعش كلام حد. دايما هي آرائها صح، هتسمع كلامك ليه؟ هي واحدة بتعرف تاخد قراراتها بنفسها، بتعرف تفكر لنفسها، بتعرف تاخد القرارات الصح، بتعرف تعمل كل حاجة لوحدها. فهي مش محتاجة أساسا حد يعدل عليها بقى، ولا اعملي وما تعمليش، ولا روحي وما تروحيش، وقبل ما تنزلي كلميني. ما بينفعش مع الكلام ده، ما بياكلش. الست اللي بعد كده بيخاف منها الرجاله هي ست برج الثور. برج الثور بالرغم من انها اساسا بطبيعتها حنونه قوي، يعني من الناس اللي هي ايه، تحس انه هي امك، مش حبيبتك او مراتك او خطيبتك، هي ام اكتر منها زوجه او حبيبه. ست الثور حنينه جدا وبتحب عيلتها وبتحب كيرنج قوي على الطرف اللي معاها عموما. بس مشكلة برج الثور انها عنيدة جدا. ست الثور ما بتحبش تسمع كلام حد. يعني عايز تسمع كلامها، اضحك عليها بكلمتين حلوين، تكسب بص عينها، تتقيد لك صوابعها الشمع، لكن تأمرها او تحاول تلوي دراعها او تحاول تفرض عليها حاجة هي مش عايزة تعملها، تحاول تتحكم فيها او تفرض سيطرتك، مستحيل. هتنطحك يعني. برج الثور فعلا فعلا من الستات اللي صعب قوي السيطرة عليهم الا بمزاجهم. يعني لو بمزاجها تمام، هتعمل لك كل اللي انت عايزه، بس بمزاجها من غير ما تحس انها مجبرة. دول اول 3. الرابع برج برضو الرجالة بتخاف منه قوي بسبب سمعته، بسبب ان هو متقلب شوية، عرفتوا؟ برج الجوزاء. ست برج الجوزاء الرجالة عموما بتخاف تدخل معاه في علاقة، لان هم بيحسوا انها اول ما يعرفوها لذيذة وجميلة وفرفوشة وحبوبة وتبان انها شخص ما بيغيرش، وتبان انها مش فارق معاها وبتضحك وبتهزر وكل حاجة. لكن برج الجوزاء غيورة قوي. ست الجوزاء غيورة جدا. طالما انت بتاعي وطالما معايا في علاقة افطسك اموتك، ما تبصش لا كده ولا كده. لكن انا ما تخنقنيش، انت المفروض لازم تبقى واثق فيا. ما تقعدش بقى تقول لي انت فين وبتعملي ايه ورايحه فين وجايه منين، لا. برج الجوزاء هوائي، عنده حته هوبه كده شويه، بس تمام، يعني ينفع يتسيطر عليه. بس الرجاله عموما بيخاف يحس انها ايه، ممكن تصحى الصبح تقول لي والله الست مش ملزمه تعمل كذا، الست مش ملزمه تعمل كذا. هي اللي هو ايه، امبارح بقول لك يلا احنا هناكلها بدقه وهنعمل وهنسوي وبتاع، واصحى الصبح اقول لك لا،
انا مش مطلوب مني اطبخ واغسل، والست مش ملزمه تعمل كده، عادي. فهو بيقلق شويه من الحته دي، بيقلق من تقلباتها، وبيقلق من انها ممكن تكون بتغير رايها كل شويه، مع ان ده لطيف قوي والله. فكره ان انت كل يوم تبقى عايش مع شخصيه شكل، مش هتزهق يعني، هتحس ان في تجديد، هتحس ان في بني ادم جديد كل يوم عايش معاك، بدل الروتين والملل. فبرج الجوزاء نصيحة، شوفي لك برج فرفوش. ممكن مثلا هقول لك، ممكن برج الميزان لطيف هوائي، ممكن برج الحمل برضو ظريف، يعني الابراج الناريه معاكي هتبقى زي الفل. ففكك بقى من الناس اللي هي ايه، روتينيه دي، وبتحب الاستقرار، وبتحب الست تبقى النهارده زي بكره زي بعده، تعمل كل حاجه وتبقى العلاقه مستمره. في ابراج برج الثور من الشخصيات اللي بتحب الروتين جدا، يعني بيحب يحس بالامان، ويحس ان هو واثق من العلاقه اللي هو فيها، وان مفيش حاجه تتغير لو عدى 100 سنه. برج الثور كده. مين تاني من الابراج كده؟ الجدي كده، العذراء كده. فابعدي عن الابراج دي، شوفي الابراج اللي بتحب كده، لطيفه وجميله وفرفوشه بس.